نظمت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بمركز صمالوط مساء أمس احتفالية كبرى لتكريم 41 عريس وعروس على مستوى قرى المركز بحضور السيد عبد الحميد الطحاوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، والسيد عويس قاسم رئيس مركز ومدينة صمالوط. وسط أجواء من البهجة والسعادة، أقامت إحدى مؤسسات المجتمع المدني بمركز صمالوط مساء أمس احتفالية كبرى لتكريم 41 عريس وعروس على مستوى قرى المركز تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا. وجاء الحفل بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والدينية والأطفال المشاركين. النهارده بصدد فعاليه من ضمن الفعاليات المستمره من اداء الجمعيات الاهليه في محافظه المنيا. احنا النهارده طبعا بنشارك الفرحه مع 40 عروسه النهارده، ان احنا بنشاركهم الفرحه بمشاركه من الجمعيات والمؤسسات الاهليه بتقديم كل اللي بيخص الفرش اللي بيخص العروسه من ملابس ومن كل حاجه تخص العروسه. النهارده الجمعيات الاهليه بتقدمها بصراحه، وطبعا تم اختيار العرايس دي بناء على دراسه وعلى ابحاث اجتماعيه تمت من قبل المختصين في الادارات الاجتماعيه، بحيث ان احنا نوصل للاسر الاولى بالرعايه ونقدم لهم الدعم اللازم. والمشاركه دي واجب علينا احنا طبعا تعليمات معالي الوزيره دكتوره مايا مرسي وتعليمات الدكتور اللواء الوزير محافظ المنيا عماد كدواني، تعليماته ان احنا لازم نكون قريبين من الاسر الاولى بالرعايه ونشاركهم في الافراح. فده دورنا كمديريه التضامن الاجتماعي، ودورنا مع الجمعيات الاهليه اللي دايما بتكون معانا في المقدمه في اي حاجه، في الازمات بنلاقيها موجوده. ربنا ما يجيبش اي ازمه في محافظه المنيا، في الخير في الافراح دايما لها شريك معانا. احنا النهارده في احتفاليه كبيره بتفرح 41 بنت من بناتنا في مركز ومدينه صمالوط. بصراحه جهد كبير وحاجه تفرح، يعني يا ريت مؤسسات المجتمع المدني كلها لما تتعاون مع بعضيها بحيث نفرح الناس، وخاصه الناس غير القادرين. يعني النهارده شايفين الفرحه على وجوه بناتنا، حاجه بصراحه ما شاء الله. ويا رب دايما في الخير، ودايما مصر ولاده، دايما مصر بتبتكر اي حاجه تكون في صالح اهلنا. فحاجه مشرفه وحاجه مميزه النهارده، جايبه جزء كبير من جهاز العرايس وبعض السجاد والملابس والكلام ده، ودي حاجه كويسه جدا. وبندعو كل مؤسسات المجتمع المدني، لان الدوله طبعا مش في ايدها كل حاجه، لما يبقى في مؤسسات المجتمع المدني بتمد ايدها للمواطنين بتبقى حاجه كويسه. والنهارده شايفين الفرحه على وجوه بناتنا، ويا رب دايما في الخير، والف مبروك لبناتنا النهارده اللي كانوا مشاركين معانا. احتفاليه كبرى، وطبعا احنا بنشكر كل الظروف وكل الناس المحترمين اللي احنا شفناها النهارده بحضور وكيل وزاره التضامن الدكتور عبد الحميد الطحاوي والاستاذ ايمان التامر وكيله التضامن بالمنيا، والاستاذ عويس رئيس مجلس مدينه صمالوط، وطبعا اللي اسمها دايما متواجد معانا، الغائبه الحاضره، ودايما داعمه للمؤسسه، ودايما داعمه دايما للمؤسسات والجمعيات الخدميه على مستوى محافظه المنيا بالكامل، الدكتوره شيماء مديره الجمعيات بمحافظه المنيا بالتضامن. طبعا احنا بنشكر الظروف طبعا اللي هي جمعتنا في ليله كبرى زي ديت، ليله احتفاليه، بس كل ده يخضع لشيء واحد بس، ان احنا بنخضع تحت وتيره واحده، تحت وورا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الحفل تم تكريم العرائس وتوزيع الهدايا عليهم وبعض المساعدات العينيه من ادوات كهربائيه وسجاد وبعض المستلزمات، وسط سعاده غامره من الحضور.